برشلونة قعد يتفاوض شهر كامل ويمكن أكتر من شهر في انتقال حمزة عبد الكريم لاعب النادي الأهلي للاماسيا. ليه برشلونة يقعد الفترة دي كلها علشان يتفاوض من أجل لعيب عنده 18 سنة؟ حمزة عبد الكريم بيلعب في النادي الأهلي وبيلعب في منتخب مصر الشباب، عنده 18 سنة، طوله 182 سنتي. حمزة عبد الكريم كلنا تابعناه في كأس العالم للشباب وقلنا إن الراجل ده لعيب مهاجم من المهاجمين اللي احنا من زمان ما شفناهمش. يمكن عايدي زميلي شبه حمزة عبد الكريم في اون تايم في قناة اون تايم سبورت تشبيه عجبني قوي، ان حمزة عبد الكريم ده لعيب بيفكرني بميدو. هو فعلا تحس ان حمزة عبد الكريم ستايل ميدو، لعيب كوره جامد، مهاجم جامد. لو عايز مزايا حمزه عبد الكريم عد يا سيدي. حمزه عبد الكريم لعيب كوره، الوان تاتش بتاعته، مهاجم الوان تاتش بتاعته قويه جدا. شفناه جاب جونين مع المنتخب قبل كده وان تاتش، حاجه هايله جدا، ومع فريق الشباب برضو بتاع النادي الاهلي ده بيحصل. بالاضافه ان حمزه عبد الكريم في الثنائيات لعيب كوره جامد قوي، وتحس بتحركاته دايما انه فاهم الكوره، فاهم بيتحرك ازاي، فاهم بيروح فين. الارتقاء بتاعه مرعب رغم ان سنه صغير، 18 سنه لسه بنيانه المفروض ما اكتملش، ولكن تشوفه في الارتقاء بتاعه لعيب مرعب. اتمنى بقى ان حمزه عبد الكريم تكون العقليه بتاعته في اللي جاي مختلفه. انت في مرحله لازم تكون بتمتلك عقليه. انت انت في مرحله لازم تكون بتمتلك عقليه مختلفه تماما عن كل اللي عدى عليك. انت لازم تبقى فاهم انك رايح تتعلم وهتفضل تتعلم، وعلشان توصل لمراحل بعيده مع برشلونه لازم تتعلم وتتعلم وتتعلم.